يا جماعة الخير، أي شخص متابع للكرة السعودية أو للمنتخب السعودي بشكل عام يقول لي إيش مشكلة المنتخب السعودي؟ أنا عجزت أفهم هذا المنتخب، صدق عجزت أفهم. يعني تشكيلة لعيبة قاعد يلعبوا بمستوى عالي، نزل تشكيلة كويسة، لعيبة أساسيين في أنديتهم، لكن مع كذا المنتخب السعودي يخسر بالأربعة أمام مين؟ أمام مصر. طبعا يا جماعة الخير لا أحد يستهين في مصر. مصر عندها مرموش، محمد صلاح، نتكلم عن الحراس، عندهم وسط، عندهم أطراف، عندهم كل شيء. يعني المنتخب المصري منتخب قوي، يعني لا تستهين في المنتخب المصري تقول شلون هذول فازوا علينا بالأربعة. لكن يا جماعة الخير إنه يكون عندنا صفر تسديدات قدام المنتخب المصري، هذا بحد ذاته يا جماعه الخير فشله. والله العظيم كميه الفشاله اللي امس كنا فيها مو طبيعيه يا جماعه الخير. فابغاكم كلكم تكتبوا لي في الكومنت ايش مشكله المنتخب السعودي، انا عجزت افهم. ودائما الحسابات هذه الرياضيه في الدوري السعودي او الكره السعوديه يطلعون بهذا التساؤل: هل نقيل هيرفي رينات قبل كاس العالم او بعد كاس العالم؟ هل يستمر معنا او ما يستمر؟ يا جماعه الخير، انت شلون تجيب مدرب ثاني وتخلي بينه وبين اللعيبه كيمياء او كيمستري؟ مستحيل يا جماعه الخير، مستحيل هذا الشيء. فانا اشوف انه هيرفي نادي يستمر يا جماعه الخير. لاعب او سوري، مدرب فاهم الكره السعوديه، يعرف اللعيبه السعوديه، علاقته جدا كويسه مع اللعيبه السعوديه، يعرف ينزل التشكيله الصح. هيرفي رينات شالك 2018 و2022، شكرا، انت قدمت مستوى كبير مع هذا المدرب. انا ما اقول لك انه هذا مدرب واو وتحفه، عنده اخطاء، لكن انا بالنسبه لي لو بحط اللوم بحطه على ياسر المسحي يا جماعه الخير، رئيس المنتخب السعودي، مدير المنتخب السعودي يا جماعه الخير، حرفيا هو السبب. ما ادري كم، 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين، والله ما ادري. ياسر المسحل من ادارته فاشله جدا، ادارته فاشله. والله يا جماعة الخير، والله في كثير الناس يعني بعد هدف سالم الدوسري على الأرجنتين وهدف صالح الشهري كثير يشجعوا المنتخب السعودي، لكن مستغربين من مستوى السعودي. اليوم تخسر بالأربعة. أوكي، المنتخب المصري منتخب قوي وكلنا عارفين المنتخب المصري يمتلك مرموش، محمد صلاح، وقس على ذلك، لكن أنت اليوم إنك تخسر بالأربعة وصفر تسديد على المرمى وسوء دفاع وسوء هجوم وسوء وسط، انا ما اعرف ايش اقول. هاردك للمنتخب السعودي، هاردك للجماهير السعوديه. الله يعينكم عاد على الحومه الكبد اللي راح تصير في كاس العالم، الله يعيننا بس. حسام حسن مدرب المنتخب المصري يثني على المنتخب السعودي ويقول شلون منتخب مثل المنتخب السعودي يخسر بهذه النتيجه. وغير كذا زياده عدد الاجانب في الدوري قلص فكره او انه مستوى اللاعب المحلي والمستوى اللاعب السعودي يرتفع يا جماعه الخير، وانا اتفق معاه. انت اليوم 8 اجانب ولسه الدوري السعودي كمان راح يقولوا 10 اجانب، راح يسمحوا ب10 اجانب في الدوري. يعني انت متى تعطي اللاعب فرصه؟ اليوم انت من عندك؟ ما عندك الا فراس بريكان، زكريا هوساوي، ايمن يحيى، وسالم الدوسري، وابو الشامات، يعني اسماء تنعد بالاصابع، ما عندك غيرهم. هو فيه لكن انت ما تعطيهم فرصه. زي خالد الغنام، زي قس على ذلك في اسماء كثيره يا جماعه الخير ممكن تخدمنا في المنتخب، لكن لا حياه لمن تنادي. واضاف مدرب المنتخب المصري وقال: ليش تجيب اسماء تدرب المنتخب السعودي؟ ليش تجيب اسماء من برا، اسماء اجنبيه؟ طب انت عندك اسماء سعوديه. كلامه صح، عندك صالح المحمدي، عندك سعد الشهري. والله انا مستغرب يا جماعه الخير، لكن الله يكتب اللي فيه الخير، وباذن الله المنتخب السعودي يوصل لابعد مدى ويحقق شيء في كاس العالم باذن الله.